بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. احنا في رمضان دلوقتي، النهاردة يوم 9 رمضان. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وهنعمل مع بعض القطايف نوع من الحلويات كده ما بيتعملش غير في رمضان. هي كل حاجة دلوقتي موجودة طول السنة، بس هي مشهورة ومعروفة انها بتتعمل في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ مع بعض كده الفيديو، وهنعمل مع بعض الشربات بتاع القطايف. زي ما انتم شايفين، احط كوبايتين من السكر، واحط عليهم كمان كوبايتين وربع من المية، وارفعهم على النار، وهسيبهم كده. مش هقلبهم، مش هحط فيهم المعلقة غير بعد 5 دقايق كده من الغليان. بعد كده هنزل عليهم بعصرة ليمونة. ممكن تحطي برتقانة، عصرة برتقانة، او اي حاجة اي حاجة حامضة، يعني علشان ايه الشربات بتاعك ما يسكرش معاكي. او ممكن تحطي ربع معلقة ملح ليمون. وبعد كده هسيبهم دقيقتين كده، وبعد كده قبل ما هنزلها من على النار هنزل بكيس فانيليا عشان يدينا ريحة حلوة كده بتنكهها. ممكن تحط بقى عود قرفة او اي حاجة او اي نكهة تحبيها. وبعد كده هرفع الخليط بتاعي من على النار، وهسيبه على جنب كده اللي عايزاه يبقى ايه، بارد او هادي. نيجي نعمل الخليط بتاع العجينة بتاعتنا بتاعت القطايف. هحط كوبايتين من الدقيق، وبعد كده احط عليهم معلقة من النشا، واحط عليهم كمان معلقتين من دقيق السيمولينا او دقيق السميد او دقيق البسبوسه. تمام كده. وبعد كده اجيب الخميره بتاعتي، احط نص معلقه من الخميره، المعلقه بتاعتي ممسوحه. واحط عليهم كمان نص معلقه من البيكنج باودر او الكيك شيف او اي ماده رافعه بتستعمليها في الكيك والمخبوزات اللي هي الحلويات. تمام كده. ورشه الملح بتاعتي طبعا حطيتها بايدي كده، ممكن تحط يعني ايه رشه بطرف المعلقه كده. واحط كمان معلقتين من السكر. حطي اي سكر موجود عندك، انا بستعمل سكر التموين، حلو جدا. ما بيقولش لا. والميه بتاعتي طبعا عشان احنا في ايام الشتاء دلوقتي نحط ميه دافيه علشان تتفاعل مع الخليمه، عشان مع الخميره، عشان ما تاخدش معاكي وقت طويل. حطيت كده كوبايتين من الميه، وكوبايتين وربع. تمام كده. ما حطيتش كوبايتين، يعني النص كوبايه التاني التالت ما كملتوش. وبالخلاط هنعملها في الخلاط بتاعنا النهارده. لو مش عايز تعمليها في الخلاط، ممكن تعمليها بايدك بالمضرب، ممكن تعمليها بالهاند بلندر، ممكن تعمليها بالمضرب اللي هو الكهرباء، عادي جدا. بس بالخلاط هيشغل معاك وهيبقى سريع، مش هيتعبك في الايه، في الضرب وكده. طبعا عشان هي دقيق، هتلاقي الدقيق في طرف الجوانب بتاعه شبشق الخلاط بتاعك. فبمعلقه سيليكون او معلقه خشب، ويفضل معلقه سيليكون، هتاخد راحتك وهتاخد وتدي معاكي كويس. وهتنزلي الحاجات اللي هي لازقه في طرف الايه، الشبشق بتاع الخلاط. ونضربها ضرب كويس كده لحد ما كله يمتزج مع بعضه، وكل الخليط بتاعنا يبقى ايه، يبقى زي عجينة الكريب كده. تمام كده. نصلي على رسول الله. وطبعا احنا في ايام رمضان دلوقتي، عارفين ان رمضان موسم القرآن، وبنقرأ بقى القرآن بتاعنا في شهر رمضان. اللي يقدر بقى يعمل ختمة، ختمتين، ثلاثة، على حسب ما تقدري وعلى حسب وقتك وعلى حسب مجهودك. عملت العجينة بتاعتي اهي، زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم كده، بتبقى معايا زي عجينة الكريب. هركنها بقى على جنب كده في شفشق الخلاط. مش هنقلها في حاجة تانية. هتسيبها كده حوالي تلت ساعة. طبعا احنا عاملينها بمية دافية. هو الجو برد، بس هي يعني المية الدافية هتخليها تتفاعل مع الخميرة وهتخمر بسرعة. فتلت ساعة بس كده، وهرجع احطها في الخلاط تاني، واضربها ايه، قيمة ضرب كده ايه، دقيقتين برضو كده. تمام كده. وبعد كده بقى هنيجي الخمير الفانيليا بتاعتنا ما بنحطهاش غير في الاخر. آه، اصحاب المخابز وبتوع الحلويات يا جماعه، لما بيجوا يحطوا الخميره والفانيليا والحاجات دي، ما بيحطوهاش غير في الاخر خالص، او ما بيحطوش على كل الكميه. ليه؟ لانه لو حطوا الخميره والفانيليا على الكميه كلها، طبعا هو بيبقى مشغل فرن كبير، وبقى عنده كميه كبيره، ممكن العجينه بتاعته ما تخلصش مره واحده، او ما تتوزعش مره واحده. فبالتالي لو حط الخميره مره واحده هتبوظ منه. فبيعمل على حسب الاستعمال بتاعه، على حسب الخبز بتاعه، يعني كميه يحط فيها الخميره، وبعد كده يخبزها، وبعد كده يحط في كمية تانية لحد ما يخلص كل كمية العجينة اللي عنده. تمام كده. عملنا العجينة بتاعتنا وسيبناها خمرت، وحطينا الفانيليا بتاعتنا وظبطناها. نيجي بقى في الايه، في الخبز بتاعنا. يكون عندك طاسة تكون ما بتلزقش، طاسة تيفال، طاسة جرانيت، اي نوع يكون عندك ما بيلزقش. الطاسة بتاعتي كنت جايباها جديدة، بس لقيتها ايه، يعني ايه، ارضيتها من النص
هي كويسة، بس من النص كده لقيت الأرضية بتاعتها قبة، يعني عالية شوية كده، والجنوب بتاعتها نازلة بالحضار. فلما جيت كنت عايزة أعمل العجينة بتاعتي، يعني أوزعها كده، أعمل 4 5 وحدات كده أو 3 4 في الصينية، بحيث إن أنا أنجز وأخلص بسرعة. فحطيتها في الجنوب كده، لقيتها زي ما انتم شايفين كده، لقيت العجينة بتاعتي نزلت كده لتحت، وما ادتنيش الشكل اللي هو شكل الدايرة اللي أنا عايزاه. بنصلي على رسول الله كده واحنا شغالين. طبعا بتعملي العجينة بتاعتك، بتحطيها بقى بكرنيب او بزازة او بكوباية او ببوز الشفشق كده زي ما انتوا شايفين. اهو العجينة اللي انا حطاها في النص خدت شكل الدايرة اللي هو المظبوط، لكن اللي انا حطيتها في الجنب نزلت كده وما خدتش الشكل اللي انا عايزاه. فبالتالي بالشكل ده بقى هضطر ان انا استنى شوية كده واصبر على نفسي، اعملها واحدة واحدة، مش هحط مجموعة جنب بعضها، عشان تديني الشكل اللي انا عايزاه. اهم حاجه الصينيه بتاعتك تكون ارضيتها مستويه، وتكون يعني مظبوطه كده، ما تكونش نازله بالانحدار بتاعتي. زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي مظبوطه تمام ما فيهاش اي مشاكل. هو كان العيب عندي بس في في ارضيه الطاسه بتاعتي، هي اللي كانت نازله بالانحدار وكده. فعالجنا المشكله دي بان احنا استنينا على نفسنا كده شويه، وعملنا واحده واحده. اهو وانت بتحطي العجينه بتاعت القطايف بتاعتك، يعني مش عايزاها تبقى كبيره، وزعيها كده. عايزاها تبقى صغيره، قللي الكميه بتاعتك بتاعت العجينه بتاعتك. القطايف اللي هي في ناس بيقولوا عليها القطايف العصافيري، والقطايف اللي هي الحجم الكبير. طبعا بيكون جنبك فوطه او حته من ملايه او اي حاجه كده موجوده عندك، بتطلعي العجينه بتاعتك او القطايف بتاعتك بعد ما بتستوي، تلاقيها خدت كده لون من تحت، لون احمر من تحت. ما تحمريهاش قوي عشان لما تيجي تحمريها في الزيت ما تتحرقش معاكي. والعجينه بتاعتك بتستوي، بتلاحظي ان هي بتاخد كده يعني بتبقى عامله زي الميه اللي بتنشف كده، بتجف كده، بتتحول كده في النص، اللي هو اللون الابيض ده. ساعه ما اللون الابيض ده بيروح، وتلاقيها بقت عامله زي لونها بقى يعني اغمقت شويه كده. والخرام اللي فيها ديت كل ما كانت كتيره، تعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه ومظبوطه معاكي. زي ما قلت بيكون جنب منك العجينه بتاعتي ما شاء الله جميله ومظبوطه جدا، من فوق ومن تحت. بيكون جنبك بقى فوطه او اي ملايه او اي حاجه موجوده عندك، تكون نظيفه طبعا، تكوني بتستعمليها للاكل، المخبوزات والحاجات اللي زي دي، تعمل قرص، تعملي قطايف، اي حاجات من دي وتحطيها. اللي انت هتطلعيها من الطاسه بتحطيها في الفوطه، وبتغطي عليها تماما، علشان علشان ما تنشفش معاكي، وتيجي تقفليها ما تفكش منك. طبعا وانت شغاله ايدك في قلب العجينه بتاعتك كده، بتخلطيها واحده بواحده كده، يعني مره بعد التانية كده، علشان ما تخمرش منك جامد. واحنا طبعا في الشتاء مش هتخمر منك بسرعه، بس علشان انا حطها جنب النار والبوتاجاز والع، فالمنطقه دافيه جدا دلوقتي، فعلشان انا عاملاها بميه دافيه، الخميره ما تتفاعلش معاها، وتيجي تبص تلاقي على ما جيتي تخلصي تلاقي الحبه اللي هم الاواخر خمرت منك قوي، وما ادتلكيش نتيجه كويسه. النار بتاعتنا بتكون طبعا بنسخن الطاسة، والنار بتاعتنا بتكون نار متوسطة، مبتحطيش على نار عالية، لان لو حطيت على نار عالية هتتحرق منك، وهتكون لسه ما استوتش من فوق تمام كده. فعلشان تبقى العجينة بتاعتك كويسة من فوق ومن تحت، اعمليها على نار متوسطة. كده انا خلصت العجينة بتاعتي اهو، دي اخر واحدة خلصتها معايا اهو. ما شاء الله عجينة القطايف جميلة جدا، ما تاخدش منك وقت طويل، يعني 5 دقايق بالكتير بتعجنيها في الخلاط، عفوا، وتلت ساعة بتخمر منك. والخبز بقى على حسب الطاسة بتاعتك اللي انت هتعملي فيها. خدت مني حوالي نص ساعة، لان عملتها واحدة بواحدة. شايفين انا حطيت البتاع القماشة بتاعتي جنب البوتاجاز، وجنب عين البوتاجاز وهي لسه والعة، فاتحرقت مني، مش مشكلة، يلا قدر الله ما شاء فعل. العجينة بتاعتي اهي ما شاء الله، سويتها هي وخبزتها وبقت كويسة جدا. لازم تغطيها زي ما قلنا، ما تسيبهاش مكشوفة علشان ما تنشفش منك. طبعا القطايف بتاعتك لو في ناس بتعملوها ويخزنوها بقى، يعملوها لرمضان ولغير رمضان، الناس اللي بتعمل قبل رمضان، والناس اللي بتعملها بتحب تبقى موجودة عندها طول السنة، عشان تخزنها تحطها في الفريزر. تعمل الحشوة بتاعتك بقى، لو هتعملها حشوة بالجبنة او باللحمة، الخطوة بتاعت الفانيليا اللي حطيناها على العجينة ما بتحطيش عليها فانيليا، تمام. بتحطيش الخطوة دي، بتستغني عنها. لو هتعمليها حلويات زي ما احنا بنعمل دلوقتي، بتحط رشة الفانيليا دي زي ما احنا عملنا
وبتجيبي العجينه بتاعتك بعد ما بتخلصيها خبز بسرعه كده، بتكوني مجهزه الحشوه بتاعتك بقى. هتحشيها بقى بالمكسرات، هتحشيها بالبلح، هتحشيها بالكاستر او بالكريمه او باي حاجه موجوده عندك. حطيت المكسرات بتاعتي، انا عملت اللي هو المتاح عندي، حطيت زبيب وسوداني، وكان عندي شويه جوز الهند. لو مش عايزه تحطي جوز الهند ما تحطيش، لانه ممكن يخرج منك من العجينه، من العجينه ويخلي الزيت بتاعك يتحرق كده ويسود. هتشوفوا النقطه ديت معايا دلوقتي. كان عندي شويه بلح كده او عجوه او تمر، وحطيت عليهم حبه سمسم، وحطيتهم في الميكروويف وكورتهم زي ما انتم شايفين كده. وبنجيب العجينه بتاعتنا او قطع القطايف بتاعتنا، وبتحط بقى ايه، حطيت معلقتين من الشربات على المكسرات بتاعتي وقلبتهم في بعضهم كده علشان تبقى متماسكه كده، ما تخرجش من العجينه بتاعتك وانتي بتحمريها. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو فضلا وليس امرا، اعملوا لايك واشتراك وشير للفيديو وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهاتي، فيديوهات مطبخ ام عبد الله. بجيب العجوه بتاعتي او التمر وبحطها في نص العجينه بتاعتي، وحطي بقى معاها زي ما انت عايزه. عايزه تعملها بالعجوه بس، عايزه تعملها بالعجوه والزبيب، حطيت معاها كده حبايتين من الزبيب كده، بيدي لها طعم حلو قوي. وزي ما انتم شايفين طبعا العجينه بتاعتي مغطياها علشان ما تنشفش مني، وتاخدي منها الواحده كده تحشيها وتقومي مغطياها تاني، ما تسيبهاش تنشف علشان زي ما قلنا اطرافها ما تفكش منك وانتي بتقليها. العجينه لو نشفت منك هتلاقيها فكت كده وهتفتح معاكي ومش هتبقى كويسه منك. لازم تحافظي على طراوتها. هي كده العجينه بتاعتي ما شاء الله طريه وبتلزق معايا جدا، انا مش محتاجه لاي حاجه تخليها تلزق. بتحشي بقى طبعا وبتحط على جنب الحاجه اللي بتحشيها، بتحطها على جنب كده لحد ما تخلصي كل الكميه او كل المقدار الموجود عندك. حابه تحشيها بقى بالجبنه، حابه تحشيها باللحمه، حابه تحشيها بالمكسرات زي ما انت عايزه. وزي ما قلنا اللي احنا هنعملها باللحمه او بالجبنه دي ما بتحطش عليها فانيليا. ولما تيجي تخزنيها بقى بتحطيها في علبه، وتحطيها كده في، تحط عليها كيس بلاستيك او كيس استرتش، وتدخليها الفريزر لحد ما تتجمد معاكي. وقت ما تيجي تطلعيها تستعمليها وهي مجمدة يا جماعة، ما بتستنوش عليها لحد ما تفك. وبعد كده بتحمريها. طبعا الزيت بتاعك بيبقى هادي في الأول، وبعد كده بتحمر معاكي تمام كده. القطايف بتاعتي اهي خلصتها كلها حشو وكله زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للتحمير بتاعنا او للقلي بتاعنا. طاسة كده، وتعمليها طاسة صغيرة او طاسة عميقة او غويطة، وتحطي فيها الزيت بتاعك. الزيت يكون زيت كتير علشان ايه، تاخد لون من فوق ومن تحت كويس. النار بتاعتنا بتكون نار متوسطة، بنسخن الزيت وبعد كده بنحط النار بتاعتنا تكون متوسطة علشان القطايف بتاعتنا ما تتحرقش مننا. تمام كده. وانت بتعملي القطايف بتاعتك حاولي بقدر الامكان وانت بتخبزيها، حاولي بقدر الامكان ان انت ما تحمرهاش من تحت قوي علشان ما تتحرقش منك وانت بتعملي بتحطيها في الزيت او بتتقلى منك. بعد واحده كده معايا احمرت مني قوي، فخدت مني لون طبعا وانا وانا بقليها. فتاخدي بالك من النقطه دي علشان تطلع معاكي بلون فاتح كده وما تبقاش محروقه منك. دي القطايف بتاعتي اهي. بعد ما تلاقيها خدت لون كده من تحت بتقلبيها طبعا، ويكون الشربات بتاعنا جاهز. الشربات بتاعنا ما بيكونش بارد قوي، وفي نفس الوقت ما بيكونش سخن قوي. وبستنى على القطايف بتاعتي بعد ما بطلعها كده على على حاجه، ممكن تطلعها على مناديل او تطلعها في مصفى. انا طلعتها في مصفى كده صغيره لحد ما تصفي الزيت اللي فيها كله. زي ما انتم شايفين القطايف بتاعتي طالعه جميله جدا هي القطايف بتاعتك لو عايزاها تبقى مقرمشه ما تحطهاش في الشربات، ما تغمريهاش بالشربات قوي، تنزليها كده تغطسيها في الشربات، لا. يعني رش عليها واحده واحده كده من فوق علشان إيه ما تعجنش منك. طبعا القطايف بتاعتي علشان حطيت فيها شويه من جوز الهند، يعني خرج منها كده بعد واحده كده وطبعا وانت بتقلي بقى القطايف معاكي مصفى صغيره كده. بعد كل طرحه او بعد كل مره بتقومي منضفه الزيت بتاعك مروقاه كده بالمصفى بتاعتك، بتطلعي اي شوائب او اي حاجه نزلت من القطايف بتاعتك عشان ما تتحرقش وتديكي لون اسود كده في قلب الحاجه بتاعتك وتبقى نتيجه مش كويسه. ونصلي على رسول الله. لو وصلنا لحد هنا بقى في الفيديو، وطبعا زي ما انتوا عارفين وزي ما قلنا قبل كده احنا في رمضان، وفي غير رمضان برضو يا جماعه لازم يكون لساننا كده معطر بذكر الله دايما. وانت شغاله كده صلي على رسول الله واستغفر الله وسبح الله كده، حاجتك تطلع طيبه وحاجتك تطلع نفسك في الاكل يبقى حلو. وده طبعا بفضل ذكر الله على الحاجه اللي انت بتعمليها.
شايفين القطايف بتاعتي اهي ما شاء الله، هي طالعه لونها حلو جدا وجميله هنا عشان الاضاءه بتاعتي كانت مظبوطه. في الاخر بقى لقيت يعني الاضاءه كانت عكست معايا شويه، فطلعت اللون بتاعها مغمق شويه. وزي ما قلنا في كل مره بنروق الزيت بتاعنا علشان الحاجه بتاعتنا تطلع نظيفه وكويسه. دي القطايف بتاعتي اهي يا جماعه، حلوه جدا، كل سنه وانتم طيبين. القطايف من اكلات رمضان او من حلويات رمضان، تقدري تعمليها بدل ما تشتريها. تروحي تشتري الحاجه كيلو بيها غاليه جدا، وفي نفس الوقت هي في البيت كوبايتين اتنين هتعملي كميه كبيره هتاكلي وتاكلي ولادك، وفي نفس الوقت حاجه انت عاملاها بايدك، حاجه مضمونه وحاجه مظبوطه. ما تعرفش اللي بره ديت، احنا بنشوف فيديوهات للناس اللي هي بتعجن والاماكن اللي بيعملوا فيها حاجات كلها. بصي ما تشجعش الواحد على انه يشتري اي حاجه من بره. اعملي حاجتك بايدك تبقى مضمونه وتبقى سليمه، وفي نفس الوقت تبقى واكلها كده وانت مطمنه. بعد ما خلصت كده الزيت بتاعي اهو. طبعا الزيت بتاع مش هنستعمله بقى غير في حبه صابون، غير في اي حاجه تانية. دي القطايف بتاعتي اهي. طبعا الاضاءه هنا زي ما قلت لكم ما كانتش مظبوطه، سبتها لما هديت شويه. والشربات بتاعي لما لحد ما القطايف بتاعتي بردت، ما حطيتش عليها الشربات وهي سخنه عشان ما تعجنش مني، والشربات بتاعي برضو كان بارد. وبنعمل بقى القطايف بتاعتنا، ممكن تحط الشربات بتاعك في ازازه كده او بمعلقه او في بوله او اي حاجه، وبتنزلي عليها واحده واحده كده، ما بتغطسهاش في الشربات، وبتسيبها مفرطه كده بعيد عن بعضها علشان تبقى مقرمشه معاكي وتفضل معاكي وقت طويل مقرمشه. في النهايه بقى بتزوقي بقى، بتحط شويه جوز الهند في الاخر كده، وتحط بقى شويه فستق، شويه سوداني، اي نوع موجود عندك. مش عايزه تزوقي خالص مش مشكله، هي في قلبها الحشوه بتاعتها والمكسرات بتاعتها، مش محتاجه لاي تزيين. وبكده اكون خلصت القطايف بتاعتي، ما خدتش مني وقت طويل، يا دوبك كده خدت مني تلت ساعه تخمير، ويا دوبك برضو خدت تلت ساعه او نص ساعه خبز، ونص او ربع ساعه قلي. يعني بالكتير ساعه الا ربع يا جماعه، ما خدتش مني وقت طويل. عملتها بايدي طالعه مظبوطه وتمام ما شاء الله، جميله جدا اهي. اعملوها بايديكم، ما تشتروش حاجه من بره، الحاجه غاليه، والحاجه بره بتتعمل في اماكن مش نظيفه وبطرق مش نظيفه. حافظوا على سلامتكم وسلامه اولادكم، واعملوا حاجتكم بايديكم. لو عجبكم الفيديو ولو وصلتوا لحد هنا، فضلا وليس امر، اعملوا لايك واشتراك وفعلوا مع زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يعود عليكم الايام بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين.